الصلاة بوكرة وحده. نعم. جامي دلافي. ما جبناش اكس و ايكغيك. جامي دلافي. يخلص مدرب يخلص ولا ما يخلص؟ يخلص ودينا دوا صحفيه. عادل ذكري. لا تقد لا نستطيع. عندنا اون تو بور ريسير بصح ما عندناش العقل. عندنا اليوم راني مع فلان، راني مع فلتان، راني مع اكس وراني مع عيب وعار كبير. واليوم اللي راهم متسببين يعرفوا رواحهم. لم اقول تعيين عشوائي. قلت لا اشكك في قدرات اي حد. ماذا تقول حوايج ما قلنا. معليش انا شوف انا نقول لك واحد الحاجه. اليوم رانا نضربوا بين الاشخاص. من بعد الكارثه هذه كاع خسرنا من الفوق للتحت، واحد ما حب يتحرك. ما نزيدوش نقولوا السنغال المغرب، ما نقولوش على نورمالمون، ما نزيدوش نهضروا على هذوك، نهضروا غير على العيوب ديالنا، غير في العيوب. هذا السودان اليوم الحق وين اليوم اللي يخرجك وتقول لي ترى في الفريق الاول تاع السودان، حتى احنا عندنا لاعبين في الفريق الاول، وحتى ولي ما كانوش عندنا في الفريق الاول من اللاعبين هذو، معناتها احنا ثاني ما راناش نخدموا في البطوله المحليه. مشاركه هزيله بالنظر الى تصريحات بوقره الذي دائما في خرجته الصحفيه يؤكد على استهداف اللقب. هل انت راضي على مجيد بوقره كمدرب محلي؟ انا ما اعتبروش يعني مدرب كبير باش يكون على راس المنتخب المحلي في الجزائر الجديده اللي رانا فيها حاليا، في الظروف اللي راهي كاينه والامورات اللي راهي كاينه. الجزائر نورمالمون المنتخب المحلي يستاهل مدرب اكبر بكثير من السيد مجيد بوقره. هما يحطوا مدرب ماشي كيف الناس راح تخدم تما، تخدم تاع الصح، ماشي يجيبوا ناس يصحاب المعرفه ويحط لك كونترينور يخدم له اللي هو مدرب مناسباتي كما اطلق عليها التسميه الاخ مراد وردي. اخي العزيز، ان كان كذلك فالخطا في من عين المدرب المناسباتي. علينا ان وتكون لدينا الشجاعه ان نقول لا لتعيين المدربين الذين يدعون مناسباتي. فسدت. حنا الفساد راهو في الدم، حنا بلا بال هنا راهو صاير العجائب هنا. اليوم الحق وخسر بضربات الترجيح ضد فريق السودان اللي يمتلك من ما نقولوش الخبره ولكن من المنافسه اكثر من الفريق المحلي. بالمناسبه ليس لهم بطوله يلعبون فيها. لا، الناس اللي كانت تظن اليوم باللي احنا نتاهلوا ونروحوا لافينول ونربحوا ونديروا، غالطين. اللقاءات نتاعنا كلها كانت ضعيفه باستثناء اللقاء الاول. بهذا واش صاير في الفوتبول اقسم بالله ما طافونسي باسكو على سي فولو سي با نورمال. بلادنا كيفاش حنا بلادنا نوليو نديو لي تيت ونوليو ريفيرونس اون افريك، سينو والله العظيم غير نروحوا من الفضيحه للفضيحه والناس هاربه. انا كي شفت الفريق ذا مع النيجر عرفت بلي ما كاين والو. صح. النيجر ما كاش كامل النيجر. اليوم كرة القدم ناخذوا الامثله من الفرق اللي راهي اقوى منا، اللي درست وتقدمت وراهي فاتتنا، ما نقدروش نروحوا نخرجوا من هذا الباب هذايا. الناس تخدم وحنا كيف علاش واحد ما في الفوتبول ما في بلاصتو، واحد ما راه في بلاصتو. لازم يدخلوا الدوله تدخل وتنقي، ماشي نغيروا ولينا نحسموا. حنا كي نتلاقاو بهم ممكن يقولوا هما ما يعرفونا، مش لا يتبعونا كاع ما يشوفوا. هما يقولوا ماشي حنا، يقولوا واش عندهم اللي يسيروا كرة القدم ضعاف كدا ما عندكمش مستوى. هم يهضروا على الجزائر، كيفاش الناس ما تغيضاش الحال. انا وليت نحشم، جو سوي تريست. انا جينيرالمون كنت متوقع هذا الاقصاء هذا، لانه ما شفناش امور كثيره. او اقصاء منطقي، نتيجه منطقي ماشي. ما كنت انا براتيكمون نهضر، انا نبيل على روحي براتيكمون ما كنتش متوقع باللي الفريق هذا حيروح بعيد. ما عندناش هذاك المنتخب، ما عندناش منتخب. الشان هذه اللي فابل سي لو بلان تكنيك. الاعلام الجزائري كالعاده بعد الخروج من بطوله افريقيا للمحليين على يد المنتخب السوداني طالع يقول لك ان التحكيم كان ضدنا، وان التحكيم كان بجامل السودان، وان عيني عينك الحكم كان عايز يخرج المنتخب الجزائري باي طريقه وباي وسيله. يا نهار ابيض يا جماعه، الواحد والله ما عارف يقول ايه. يعني رغم ان الجزائر جالها هدف، يعني الجزائر جابت هدف يعني الكل شايف ان هو ليس صحيح، لمسه يد واضحه على المهاجم، هدف واضح ان هو غير شرعي، ورغم ذلك يعني هدف تعادل، ورغم ذلك يطلعوا يقولوا ان الحكم كان ضدنا. طب مين اللي يعني الحكم عايز منكم ايه؟ عايز افهم بس،
يعني الحكم عايز منكم، احنا اتفرجنا على ال90 دقيقة، لا اتفرجنا على ال120 دقيقة، الشوطين والشوطين الإضافيين اتفرجنا عليهم. بالعكس ده الحكم كان ضد السودان في حاجات كتير جدا، بالعكس ده حتى معلق المباراة كان مع المنتخب الجزائري علي محمد علي المصري. انت متخيل ان المعلق ده، المعلق المصري ده زي ما يكون جزائري، اقسم بالله يعني حتى المعلق زي ما يكون جزائري وهو مصري، وانا طالع اقول عليه ايوه كان منحاز بشكل كبير جدا جدا للمنتخب الجزائري. خلينا نكون واقعيين وصراحه. ونفس المعلق ده، المعلق علي محمد علي اللي كان منحاز امبارح لمنتخب الجزائر لما علق قبل كده للمغرب، او علق قبل كده لمباراه المغرب والجزائر او المغرب وتونس على ما اعتقد في بطوله افريقيا للشباب، برضه كان ضد المغرب وبرضه كان منحاز للمنتخب التونسي، وكان ظاهر باين واضح قوي قوي قوي، كان بيرفع صوته وبيتغنى ويشيد بلاعبين المنتخب التونسي. وللاسف لما تيجي هجمه للمنتخب المغربي كأن الهجمه ضد منتخب بلده. فامبارح برضه كان المعلق والحكم وكل شيء كان مع المنتخب الجزائري، ورغم كل ده اتغلبوا من المنتخب السوداني. كفايه حجج. لما انا اطلع اقول ان الجزائر فيها تراجع بشكل كبير، انا والله العظيم ما يعني مش طالع اقلل من الجزائر، مش طالع اقلل، لكن في المجال الرياضي فعلا الجزائر فيها تراجع في المستوى. هنكذب يعني ونقول ان الجزائر بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عليها في مجال الكوره؟ لا مش هنكذب. اللي واضح قدامنا عزيزي المشاهد ان الجزائر عندها ضياع وتراجع كبير جدا 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 في المستوى في المجال الرياضي. لازم يحصل كده شغل، لازم كده يحصل تراجع، لازم يحصل كده تفوقوا شويه من اللي انتوا فيه، لازم تفوقوا شويه من اللي انتوا فيه. اتفرجوا على جيرانكم المغرب وصلوا لفين دلوقتي، شباب تحت ال20 سنه، تحت ال23 سنه، فوتوسال، ميني فوتبول للنساء، بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد يعني، اللهم لا حسد، متفوقين في كل شيء، مكتسحين الارقام، وبالذات في سنه 2025 دي مكتسحين كل حاجه. فلما تشوف الانجازات في المغرب وتشوف الانجازات في الجزائر، لا هناك فرق السماء والارض، هناك فرق السماء والارض. ومش الجزائر فقط، تونس ومصر وليبيا وكل الدول الافريقيه عشان ما يزعلوش من الجزائريين. لكن انت ما تطلعش تقول احنا خرجنا بسبب الحكم، ولا تطلع تقول احنا خرجنا بسبب مش عارف مين، لا ما تقولش الكلام ده. انت اصلا المفروض ما كنتش تصعد، وانا قلت الكلام ده من بدري جدا، انت المفروض ما كنتش تصعد. والناس العاقله اللي بتسمع كلامي او الناس اللي بتتفرج عليا في الجزائر العاقلين والفاهمين هيعرفوا انا بتكلم ازاي. انت صعدت كده بدعاء الوالدين زي ما بيقولوا 3 مرات على التوالي تعادلات، حتى مباراه السودان تعادلت برضه، ولكن دي ما فيهاش تعادل. ضربات الترجيح قدر المنتخب السوداني انه يتألق ويبدع، وقدر انه يصعد علشان يلعب منتخب مدغشقر في نصف نهائي بطولة افريقيا للمحليين، والجزائر يروح خلاص. الجزائر يركب الطائرة زمان ووصل دلوقتي للجزائر. فيعني بلاش كلام كتير، خلاص انتوا خسرتوا. مش كل ما تخسروا بطولة نشوف الاعلام الجزائري، مش عايز اقول الاعلام الجزائري كله عشان في ناس محترمة كتير يا جماعة، يعني في ناس في الجزائر تتشال فوق الراس عشان بس نكون واقعيين وصراحة، ولكن بعض الاعلام الجزائري اللي للأسف لا يتقبل الهزيمة. يعني في المغرب في مثل بيقول لك، أو المغاربة دايما يقولوا لما بيخسروا، يعني المغاربة لما أي منتخب يخسر مثلا يطلعوا يقولوا لك نحن نتقبل زي ما بنتقبل المكسب بنتقبل الخسارة. خلاص خلاص. وناس من الجزائر برضو محترمة جدا طلعت امبارح وباركت للمنتخب السوداني الشقيق وقالوا 1000 مليون مبروك. ولكن عزيزي المشاهد تخيل كده إنه السودان ما فيهاش استقرار، فيها حرب دايما، فيها يعني بقالهم 2 ولا اكتر دمار وانهيار، ورغم ذلك منتخبات السودان حاليا هي اقوى من منتخبات الجزائر، رغم ذلك ان السودان بتلعب كوره افضل من الجزائر. هتقول لي يا عم دي بطوله محليه، هقول لك وافرض ان هي بطوله محليه، ايه المشكله يعني ايه المشكله ان هي بطوله محليه؟ ايه المشكله؟ قول لي ايه المشكله ان هي بطوله محليه؟ ايه المشكله؟ ما دول لاعبين بيلعبوا في نفس القاره. يعني السودان اللي ما فيهاش دوري حاليا واللي بيطلعوا يلعبوا بيطلعوا كده يلعبوا الدوري بتاعهم بره، دول لاعبين السودان يفوزوا عليك
يطلعوك من البطوله؟ معروف ان الجزائر، مع احترامي للسودان طبعا، معروف ان الجزائر فيها المفروض ان هي فيها كوره افضل من السودان. المفروض ان اسم الجزائر في المجال الرياضي افضل من اسم السودان، ولكن هذا على ارض الواقع ليس موجود. هذا على ارض الواقع وفي الملعب ليس موجود. السودان امبارح عمل مباراه قويه جدا، بالذات في الشوط الاول. هو اللي كان ماسك الكوره بشكل تام وبشكل كامل، وهو اللي كان بيروح اكتر وبيوصل لجولهم اكتر وبيعمل كل حاجه في الكوره. يعني السودان كان افضل بكتير جدا امبارح. اللي اتفرج على المباراه عارف انا بتكلم ازاي. كان افضل بكتير جدا من المنتخب الجزائري. ولكن في الاول وفي الاخر دي كوره، وفيها فائز وفيها خاسر. مش شرط ان اللي بلده متقدمه في الكوره هو اللي يفوز، لا مش شرط خالص على فكره. ولكن احنا يعني بنتكلم بالشكل ده لان الجزائر للاسف شاركوا في جميع البطولات الافريقيه، ما بيوصلوش لنصف النهائي يا جماعه، بيطلعوا على طول بدري كده، بدري بيطلعوا. يعني حاجه غريبه، ما عندهمش يعني في المجال الرياضي. المغرب متفوق في كل شيء في المجال الرياضي، يعني الشباب، الكبار، منتخب الأول، المنتخب المغربي للسيدات، المنتخب المغربي للميني فوتبول، المنتخب المغربي للفوتوسال سيدات رجال، كل شيء بيوصل نهايات أفريقيا. أما الجزائر فما فيش. ولما يطلعوا يقولوا لك ده احنا خسرنا بالتحكيم، هي دي الجمله. وكمان بيقول لك ده احنا خسرنا بسبب فوز لقجع. يعني كمان بيحطوا فوز لقجع في يعني بيحطوا فوز لقجع معاهم كمان. يعني فوز لقجع اللي ملوش علاقه باي حاجه في الجزائر، ولا بيتكلم على الجزائر ولا بيجيب سيره الجزائر ولا اي حاجه، برضه بيقولوا فوز لقجع. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله المغرب يفوز على السنغال، والسودان يفوز على منتخب مدغشقر، وان شاء الله يلعبوا بعض في المباراه النهائيه. اعملوا لايك، شير الفيديو في كل مكان، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلك مننا كل ما هو جديد وحصري. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.